السلام عليكم. معاكم شيماء من قناة فن وذوق مع شيماء. لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. النهاردة باذن الله هنعمل حاجة سهلة وبسيطة وسريعة، باذن الله تعجبكم جدا جدا. بنشتري من بره بتبقى طعمها حلو قوي. هنعمل بلح الشام حلو جدا بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة. معايا اول حاجة كوبايتين كبار دقيق، معايا 3 بيضات، كوباية وربع من المية، تلت كوباية زيت، معايا معلقة كبيرة سكر، ذرة ملح، معايا معلقة ونص كبيرة نشا. اول حاجة كده في الحلة معايا حطيت السوائل الزيت والمية، وهحط معلقة السكر وذرة الملح وهحطهم على النار حتى الغليان. بعد ما حطيت الحلة اللي فيها السوائل بتاعتي على النار حتى الغليان، نزلت عليها بكوبايتين الكبار الدقيق وعليهم معلقة ونص نشا، وطبعا قلبتهم وهنزل عليها كده بالسوائل. هفضل اقلب فيها لحد ما تفضل معايا عجينة متماسكة، مش هرفعها من على النار خالص لحد ما تكون عجينة متماسكة معايا. شايفين شكلها حلوة جدا، تمسكيها بايدك كده عجينة طرية. عندنا اختيارين لتبريد العجينة، ممكن نحطها في فريزر او في التلاجة لمدة نص ساعة، مغطيها بستريتش لحد ما تبرد. انا هنا اخترت الاختيار الاسهل، حطيتها في الميكسر بتاعي وفضلت مشغلة عليها بالكف لحد ما تبرد معايا تماما. مسكتها بايدي كده اختبرتها لقيتها باردة تماما. انزل بقى عليها بالبيض، ما نحطش البيض ابدا غير لما العجينة معايا تبرد تماما. هنحط البيض بيضة بيضة. نزلت بالبيضة الاولانية والفانيليا، نزلت بالبيضة التانية لحد ما تنتهي تماما، ننزل بالبيضة التالتة كده، نزلت باخر بيضة. ممكن عندنا اختيارين في التشكيل، عندنا هنا المكبس بتاع البيتيفور او البسكوت، بس انا ما استخدمتوش، حسيت الحجم البلح الشام هيطلع كبير او زيادة عن حقه. استخدمت اكياس الحلواني العادية بتاعتنا وطلعت شكلها حلو جدا جدا، هتشوفوا شكلها ان شاء الله. الزيت بتاع بلح الشام بيبقى زيت بارد، ما بنحطوش، ما بيبقاش سخن ابدا. استخدمت القمع بتاع بلح الشام او البلبلة ديت، بيطلع بلح الشام مظبوط جدا. طبعا عجينة بلح الشام بتبقى عجينة تقيلة، يعني نستخدم كيس قوي جدا علشان يطلعوا معانا مظبوط. انا كده حطيته في الطاسة بتاعتنا على النار، وطبعا هو بينتفخ. سبته لحد ما اخد اللون الدهبي الحلو ده. والشربات بتاعه بيبقى 500 جرام سكر، 250 ملي من المية، معلقة كبيرة عصير ليمون، رشة ملح، رشة فانيليا، وبتقدم بيبقى الشربات بارد تماما وبلح الشام سخن وبألف هنا. شايفين شكله بيبقى حلو جدا وبيفضل مقرمش حتى لتاني يوم، بيبقى حلو قوي قوي، هيعجبكم ان شاء الله. ومتنسوش تقولوا رأيكم في الكومنتات. والسلام عليكم.